إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي لاحظ إن الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده أفندي الحكاية دي. عبده قال له: قصدك إيه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له: قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على أي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها ايه يا عبده؟ عبده قال له: انا مش فاهم لحد دلوقتي انت قصدك ايه بالظبط. انا بتكلم كلام عام يا عبده، مش بشتكي بشكل شخصي. هديلك مثال علشان تفهم انا عايز اقول ايه. بسأل ديك النهار واحد تاجر صاحبي، بقول له: فلان الفلاني التاجر ده غني ولا نص نص؟ قال لي: غني جدا، عقبال امالتك. قلت له: فلوسه دي جابها منين؟ خلي بالك انا بسأله سؤال بريء. كان قصدي الفلوس اللي عملها من خلال تجارة ايه؟ الراجل اللي بسأله قال لي: ايه تفتكر؟ عبده قال له: قطعا بومبا. سيد قال له: بالظبط، هو ده اللي حصل. قال لي: بيقولوا انه بيشتغل في المخدرات في الاول لحد ما عمل فلوس جامدة، وبعد كده اشتغل بالتجارة، علما باني عارف ان البومبا اللي اداها له مش صحيح. يعني الراجل ما اشتغلش في المخدرات ولا حاجة، بالعكس كان تاجر امين ونشيط، وبسبب نشاطه وامانته عمل فلوس. كان زمان يا عبده لما حد يسأل تاجر عن تاجر تاني كان يمدح فيه، دلوقتي يديله بومبا. ليه؟ ما تفهمش. ايه سر ان الناس نسيت كلمة الصدق؟ مش بس كده، دلوقتي مين اللي بيقول الكلمة الحلوة؟ نادر اللي بيقولها، نادر انك تسمعها. تسأل واحد عن واحد يقول لك ده بيغش، او ده حرامي، او ده نصاب. المفروض ان الكلمة الحلوة لها تأثير اكبر من تأثير اي قوة. عارف الكلمة الحلوة زي ايه؟ زي نقطة المية. لو رحنا لصخرة ضخمة وضربناها بالمدافع الرشاشة، الطلقة هتخدش الصخرة لكن مش هتقدر تخرمها. لو نزلنا نقطة مية على الصخرة دي بشكل متصل لمدة كام يوم أو كام شهر، عارف إيه اللي يحصل؟ الصخرة هتتخرم. يبقى المية أقوى ولا الرصاصة؟ المية أقوى، والكلمة الحلوة أقوى. كلمة التشجيع مطلوبة في المدرسة وفي البيت وفي النادي وفي الشغل وفي اللعب. من غير تشجيع الناس تقف مكانها، ما تتقدمش. حتى أكبر مغني أو أكبر فنان إن ما لقاش تشجيع ما يقولش، ما يشتغلش بنفس، ما يشتغلش بهمة. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. شيء سهل إن الواحد يشخط وينطر وينتقد، لكن الأصعب والأجمل إنك تقول كلمة حلوة تشجع الناس على التقدم وتديهم ثقة في نفسهم. مش كده ولا إيه؟ بالظبط يا عم فؤاد، وانتوا كمان لازم تشجعوني. انا بقالي كتير قوي ما نزلتلكوش فيديوهات، وحشتوني كتير 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 قد الدنيا دي كلها. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ بطريقه جميله جدا زي ما انتم شفتوها كده معايا، وهنعمل محشي وهنعمل ملوخيه بطريقه احترافيه.
اول حاجه جبنا هنقول لكم دلوقتي على المحشي. طبعا قطعنا بصل وفلفل حامي او سبايس زي ما انتوا عايزين. حطينا بقى فلفل اسمر، كزبره، كمون، 7 بهارات، جوز الطيب، بهارات فراخ. اي حاجه عندك انت بتحبيها حطيها. دبس رمان بيخلي المحشي في حتة تانية خالص. بجد اللي ما جربوش فاتوا كتير، وجربوه على ضمانتي هيعجبكم جدا جدا جدا. هقلب دلوقتي دبس الرمان كده. البهارات اما بتحطوها مع البصل في الاول بتخلي المحشي طعمه جميل قوي. جربوها كده في الاول هتعجبكم قوي. وطبعا أنا حطيت ملح في الاول مع البصل بيتبلها، وبعدين هحط بعد كده بقى كمية الملح اللي انا عايزاها بعد كده. ده فصين كده توم برضو بيبقوا جمال قوي مع محشي البتنجان ومحشي ورق العنب بالزيت. برضو اختياري، لو مش عايزين تحطوهم ما تحطوهمش، بس بصراحة بيدوا المحشي طعم جميل وما بيبانش فيه طعم التوم خالص. تفتكري ان هو يبقى فيه طعم توم؟ لا. دوت بهارات محشي. ريحتها اصلا فيها ريحة المحشي كده، زي ما يكون فيها كزبرة او شبت مجففين، بقدونس، حاجات اعشاب يعني مجففة. ففيها ريحة المحشي. برضو بحطها بتدي ريحة جميلة قوي للمحشي. هحط دلوقتي الصلصة بتاعتي، دي صلصة من متفرزة. هحطها واغطي عليها الحلة. غطا الحلة عشان تفك معانا عشان هي لسه مجمدة. ده البتنجان بتاعي، بتنجان مخدد، بتنجان ابيض، البتنجان اللي انت حباه بالحجم اللي انت حباه. انت اللي انت عايزاه. طبعا كده الطماطم بتاعتنا سبكت. انا دي الخضره ديت متفرزه لان ما كانش عندي خضره صبحه، فمشيت نفسي يعني بالخضره. الخضره اليومين دول اصلا غاليه، الرابطه ب5 جنيه. فيعني حلوين اللي انا حطيتهم قوي والله، والمحشي كان زي العسل. هنحط دلوقتي الرز برضو على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. كل كيلو بتنجان بياخد ربع كيلو رز. قلبت كده الخلطة بتاعتي وادوقها بقى. عايزة ملح تحط لها، عايزة شطة بتحبيها سبايسي حط لها، هي كده مظبوطة. وطبعا نسيت اقول لكم ان في الاول حاطه زيت، وحاطه دهن كده بتاع زي مرته كده، مرته بيطلع من الدهنه. اما اجي اسيح الدهنه ابقى اوريه لكم، انا كنت منزلها على القناه قبل كده. بحط منه بيخلي المحشي جميل جدا. طبعا بعبي المحشي زي ما انتم شايفين كلكم، طبعا بتعرفوا تعبوه وما تملوش الصبع قوي عشان ايه لسه هيزيد. كده انا عملت حله كده على القد دي، مش كل الكميه اللي كانت عندي. اجيب بقى حله كده صغيره او طبق كده صغير، احط فيه دبس رمان وشويه ملح واحط فيه شوربه. طبعا لو الشوربه بتاعتكم حدقها حلو خلاص ما تحطوش ملح. دبس الرمان بقول زي ما انا قلت لكم بيخلي المحشي جميل جدا، جربوه. احط بقى كميه الشوربه بتاعتي يعتبر على نص البتنجان كده، واقلبها كويس وهسقي بيها البتنجان بتاعي. يا ريت وانتوا بتتفرجوا على الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله مني كل جديد. ولو انت بتشوفيني على الفيسبوك اعملي لي لايك ومتابعه عشان يوصلك برضو مني كل جديد. قلبت كده الشوربه، احطها على البتنجان بتاعي، وغطي البتنجان كده من فوق عشان اللي يدخل في قلب الرز من جوه ويسويه. الطريقه بتاعت الفراخ سهله قوي. بنحمرها وبحط لها بهارات، لوري، حبهان، حته قرفه، عودين لوري زي ما قلت لكم، كبابه صيني، اي حاجه انت بهارات عندك حطيها، وبصلايه وطماطمايه وتشوحيها زي ما انت شفتيها، وتحط لها ميه مغليه. بس طلع لي معاكي احلى شرب. دلوقتي انا جبت بقى مرقه دجاج، واحد مرقه دجاج، ورشه بيكنج باودر، بيكنج صودا اللي هي بكربوناته، ورشه ملح، واحط الشوربه دي. هعمل ايه؟ ملوخيه. المكعب المرق بيطعم الملوخيه. دي ملوخيه ناشفه على فكره مش خضره، لان ملقتش ساعتها خضره. وبقلبها كده، هتشوفوا لونها دلوقتي تحسوها اصلا ان هي خضره. هحط الكربوناتو زي ما بقول لكم، كربوناتو مش بيكنج باودر، كربوناتو رشه بسيطه بتخلي الملوخيه خضره معاك وما بتاثرش على الطعم خالص. ورشه سكر كمان نسيت اقول لكم عليها بتخلي الملوخيه جميله قوي. ده المحشي بتاعنا بيغلي اهوت، شايفين لونه عامل ازاي؟ طالما الغطا بتاع الحله مقفول كويس عليها بتنها جميل ولونه جميل قوي.
ده توم فرزانه في الفريزر. شايفين لونه ابيض ازاي؟ اخد منه حته كده احطها في الملوخيه. الملوخيه انا مهديها عليها خالص، ما تغليش معاكي طبعا، عشان الملوخيه خضراء او ناشفه ما تغليش معاكي، بس انا مهديها عليها عشان تستوي براحتها. لان الملوخيه الناشفه طبعا بتستوي، يعني عايزه سوا شويه عن الملوخيه الخضراء. احمر الفراخ، ومطرح تحمير الفراخ هشيله واعمل مكانه الطشه بتاعه الملوخيه. كده المحشي بتاعي يعتبر دخل على سوا خلاص. هو طبعا تو ما يغلي معاكي شويه بهدي عليه بقى، تاكلي احلى بتنجان مسبك. الملوخيه بتاعتي شايفين سايباها على النار هاديه خالص وما غليتش. شايفين لونها اخضر ازاي وجميل ازاي؟ تحسوها ملوخيه خضراء وطعمها والله العظيم كان جميل. الفراخ الوراك بتاعتي حمرتها هشيلها واحط مكانها التوم. التوم ده مفرزاه زي ما انا قلت لكم. طلعيه متلج وحطيه ودخليه تاني الفريزر متلج. ما تحاوليش تحطي التوم جنبك يفك، يعني تقولي احط منه في الطشه واعمل الطشه واخلص، هتلاقي التوم بتاعك فك. والتوم كده بيأكسد وطبعا بيبوظ. لازم تطلعيه متلج وتدخليه متلج، تاخدي المعلقه وتدخليه. لو انت هتنسي خدي طبق معاكي عند الفريزر وخدي منه معلقه من العلبه ودخليه تاني في الفريزر عشان ما تنسيش. احط كده التومه اهو زي ما انتوا شفتوا، حطيت الكزبره وقلبتها. طبعا الكزبره في الاخر عشان الكزبره ما تنحرقش معانا. هاخد الملوخيه بتاعتي واتشها اهي، لان انا عامله طبعا كميه ملوخيه صغيره شويه صغيرين. شايفين شكل الملوخيه عامل ازاي؟ يعني تشوفوها تقولوا خضرة اصلا وهي ناشفه. اعملي الطريقه دي اللي انا قلتلك عليها تلاقيها تحفه. وده المحشي بتاعنا يعتبر استوى اهوت اهو، يعتبر كده استوى. احنا بنحب يعني الطبق فيه صوص شويه تحت، بنحب نشرب الصوص ده بيبقى طعمه حلو. لو انت مش عايزه ابقي قللي الشوربه شويه. وده شكل البتنجان بتاعنا بعد ما خلص. معلش ما غرفتوش معاكم عشان كنا مستعجلين بس على الغدا. ودي الشوربه والملوخيه. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناه. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم.